ونعود الآن إلى أبناء معهد التعاون الزراعي ورئيس الأسرة اللي أنا خايف يحاسبني على اللي جابهم دول كلهم، محمد المعداوي. في المفتتح قولوا للمحبوب عني فرقتك كانت غصب عني، قولوا للصبار يغني غنوة ليها طالعة مني، بتنادلها وتصالحها وتناولها ذكرى كان قلبي شايلها لأجل ما تحررها مني. السلام عليكم. بما انكم سمعتوا كلمه سنابل الخير كتير، انا محمد المعداوي، معهد العالي للتعاون الزراعي، مقرر اسره سنابل الخير، رائد الاسره الدكتور اسماعيل عبد المالك، عميد المعهد العالي للتعاون الزراعي الدكتور احمد جلال السيد، مديره الرعايه الدكتور سحر امام. طبعا بشكر وبشيد جدا استاذ رومان صبحي حسن الاستقبال، شكرا جزيلا. بشكر كل اعضاء القصر بما فيهم طبعا دكتورنا صاحب الدعوه الكريمه دكتور سعيد الصاوي. أقول قصيدة بعنوان، يا ريت قصيدتك تبقى قد الشكر اللي انت قلته. عينيا. أقول قصيدة بعنوان المشهد الأخير. لما أموت قولوا عادي إنه كان جميل الروح وطيب، كان ما بيصحوش براح. قولوا يعني وإيه الجديد، عاشها ميت أو وحيد، اتطبطب لا مفيش، ايد بتكبر ما تلاقيش، عمره ما طبطب له ايد. لما موت اتجمعوا عند المقابر وزرعوا بصبر وغلقوا في الحياة، صبار يصبر قلب امي ويواسيها. قولوا لامي ابنك خلاص رايح لجده وحده، لكن عمر ما الاحزان تهده. احزني بالظبط ثانية ولا اقول لك ثانيتين، حابة ليا الخير يا أمي، امسحي دموعك وسمي، وده ليا دعوتين، ولما تجري ذكرياتي قصاد عيونك عدي ليها وعدي ليها واطرديها من دماغك، واحفظي بس الجميل، ميلي القرآن عليا ونسيلي الوحشة دية، والصحاب الجد جاية لأجل ما ترد الجميل. قولوا للمحبوب عني فرقتك كانت غصب عني، قولوا للصبار يغني غنوة ليها طالعة مني، بتنادلها وتصالحها وتناولها ذكرى كان قلبي شايلها لأجل ما تحررها. قولوا لأختي إني آسف على الكلام اللي بشفايفي ما قلتهوش، على الغشم بالخوف عليها وعلى الخدوش. أما أبويا كتر خيره كان مغرقني الصراحة، قلبه أبيض صوته طيب وشه كان مليان سماحة، إيده دي عجاز لأمي سندته دايما متاحة، جاني يومي قبل يومكم حلمي ولقيت له المساحة، قفلوا دنيايا يلا وانجزوني ورايا طلة على الجنان الخضرا، والله محلى دي والله أفلى، محلى دي والله أفلى. محمد المعداوي ومن الشباب إلى الشباب وخالد النسر.